السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة الرز بالشعرية بطريقة حلوة جدا وبطريقة مميزة، طريقة سهلة وطعم حكاية. معانا طبعا هنا حلة هنحط فيها شوية زيت وشوية سمنة. أول ما يسخنوا هننزل عليهم بالشعرية على طول. أنا حطيت معاه كان حوالي نص كيلو من الرز، حطيت عليه نص كيلو شعرية. طبعا الرز طعمه حلو جدا وتستحل. خليكي معانا عشان نعرف يعني طريقة في التسوية، وطريقة هتفرق معاكي في الطعم جدا. كده المادة الدهنية سخنت معانا، ابتديت احط الشعرية وابتدي اقلب فيها علشان الشعرية تطلع معاكي كلها لون واحد. اليكي بقى الحل. خلي بالك جدا، هتحطي ربع معلقة من الملح. حطيت حسيت ان الدهان قليل شوية، حطيت شوية من شوية من الزيت. هتحطي معلقة نص، عفوا ربع معلقة آه من الملح. هبتدي هيوحد لك لون الشعرية، ونقلب فيها لحد ما اللون تحمر. طبعا بيكون عندك الرز بتكوني غسلاه، اول ما تحطي عليه على طول تبتدي تغسلي الرز وصفيه. كده الشعريه اتحمرت معانا باللون ده كده. ابتدي انزل عليها، بصوا اوريكم اللون. بصوا لونها كلها موحده ازاي، مفيش لون مختلف التاني. ابتدي انزل بالرز، طبعا كنت مصفياه بالشكل ده كده. ابتدي اشوح في الرز بالشكل ده. افضل اقلب فيه واشوحه بالشكل ده كده. زي ما حضراتكم شايفين. هنا بيميني فوق وتحت فوق بالشكل ده كده. شوحته كويس جدا. ابتدي طبعا انا كنت حاطه طبعا بحط مصفى علشان بيبقى حاطه توابل في قلب الشوربه، فمش عايزاه تفضل في قلب الرز. ابتدي طبعا احط المصفى عليها كده. ابتدي احط الشوربه كده. حطيت كميه الشوربه كلها، بغطي الرز بيها. وطبعا دي شوربه فراخ، فانا كنت حاطه لها الحدق بتاعها وحاطه لها الملح بتاعتها. التكه المهمه جدا اللي احنا هنعملها ان احنا مش هنغطي الرز. طبعا دقت الحدق بتاعها لقيتها يعني ناقصه شويه ملح. ابتدي طبعا اسيبها الحله زي ما هي كده. طبعا احنا في السقعه لازم تكون الشوربه سخنه، اول ما تحطيها مع مكعبين شوربه تكون سخنه عشان الرز ما يبوظش منك. طبعا بسيب الحله مكشوفه لحد ما هوريكم الشوربه تتشرب كويس جدا فيه، وابتدي يطلع فقاقيع بالشكل ده كده. وبعدين نبتدي نوطي على الرز ونقلبه كويس قوي بالشكل ده، ونبتدي نغطيه ونحطها على نار هاديه، ونقلبه تقليبه كمان او تقليبتين كمان وخلاص. يعني حوالي الرز مثلا بياخد من تلت ساعه لنص ساعه، مش اقل يعني مش اكتر من كده. وده الشكل النهائي. وبألف هنا على ربكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في فيديوهات جديده. مع السلامه.